طيب احنا النهارده هنعمل ايه؟ هنشرح بس طريقة عمل الفيديوهات اللي هي بالاي اي دي. هو كده الصوت تمام ولا في مشكلة في الصوت؟ حد كده اكد عليا. طيب. اولا احنا الفيديوهات دي عشان تتعمل لازم موقع اي اي يكون مدفوع مش مجاني. تمام. هو انا جربت كل المواقع المجانية، مفيش ولا موقع بيديني الاوبشن اللي احنا هنقوله دلوقتي، اللي هو حاجة اسمها ستارت فريم واند فريم. طيب الموقع اللي احنا هنستخدمه اسمه ايه؟ اسمه اوبن ارت. في مواقع تانية كتير، يعني انت ممكن تستخدم اي حاجة، مش شرط ده. بس ده بما ان انا استخدمته يعني، فانت ممكن عادي ان انت تستخدمه يعني. عايز بس اتاكد ان هي ظاهره. ماشي. سوري. طيب الموقع ده انت لما بتخش عليه عادي، هو بيكون تقريبا سعره كام؟ تقريبا بيكون $30 في الشهر، وبيديك 12,000 كريدت تقريبا يعني. والفيديو عشان يتعمل بيكون بياخد 100 كريدت، فهو حوالي 140 فيديو ممكن تعمله بالرقم ده. وفي الاغلب يعني انت يفضل لو انت هتشترك، يفضل انت تشترك مع اتنين كمان. ليه؟ لان هو لو انت ما خلصتش الكريدت كلها في خلال الشهر، غالبا هيروحوا عليك، يعني هم خلاص الكريدت هيروح عليك، فتضطر انت تشترك تاني في الشهر اللي بعده. فانت الافضل انت تشترك مع اتنين، بحيث ان انت تضمن ان الكريدت يخلص في اخر الشهر. تمام. وهو يعني بيبقى الكريدت كتير، فانت هتعمل فيديوهات كتير براحتك يعني. طيب ازاي بقى بنعمل الفيديوهات دي؟ انت مثلا لما بتيجي تدخل على الموقع كده، طب انت هتعمل فيديو، فبتدخل على فيديو من هنا، وبتقول له image to video، لان احنا هنحول الصورة لفيديو. طيب بيدينا طبعا، انا اشيل بس الحاجات دي عشان ايه محدش يتلخبط. ودي طبعا الفيديوهات المعمولة، فانت لما بتفتح بيكون ظاهر لك الواجهة دي كده، اللي هو هنا اللي هتحط الصورة بتاعتك. تمام. وهيطلع لك الفيديو يعني من الحاجات دي هنا. فانت عندك اهو الستارت فريم والاند فريم. طيب ايه بقى الستارت فريم وايه الاند فريم ده؟ بكل بساطة انت مثلا بيكون عندك الكيس فيها صور كتير قوي. الستارت فريم دي هي دي الصورة اللي هتبتدي بيها. تمام. والاند فريم هي الصورة اللي هتقف عندها. يعني تعال نشوف كده كيس. نشيل بس الحاجات دي كلها. مثلا الكيس دي انا حتى مقسم الصور كده ان هي ظاهرة. ماشي. لو ملاحظين كده انا مسمي الصور اهو، يعني من واحد لحد تقريبا 15، واحد اتنين تلاتة. فدي كده دي بداية الكيس بتاعتي. في طبعا صور مش شرط تستخدمها، بس انا بقول لك يعني ان انت مثلا دي الكيس اهي. دي الصورة رقم واحد. ماشي ظاهرة اهي. دي الصورة رقم واحد. تمام. من الصورة رقم واحد دي كده هتبقى الستارت فريم. طيب الصورة رقم مثلا الصورة رقم تلاتة، يعني اتنين هي لان هي ما فيش فرق قوي. الصورة رقم تلاتة اللي هي دي، فدي كده هتكون الاند فريم. فانا هوريكم كده اهو. ودي هتكون هنا كده. فانا هقول للبرنامج، ماشي، هقول للبرنامج حول لي الصورة، اعمل لي الفيديو من الصورة دي الستارت فريم، للصورة دي الاند فريم. وبكتب في النص البرومبت اللي انا هكتبه، اي برومبت انا عاوزه. او ممكن على فكرة اسيبه هو يكتب، يعمل الفيديو، بس طبعا يفضل انت تكتب البرومبت يعني. تقول له مثلا بليس، هوريكم دلوقتي جزء مثلا من الحاجات اللي انا كاتبها. مش عارف ايه، اقول له مثلا حط رابر دام وحط الكلامب وحط الويدج ومش عارف ايه والكلام ده كله. ففي الاخر خالص هيطلع الفيديو كده. طيب دي كده الصورة رقم اتنين، مش الصورة بتاعت نهاية الكيس، لا. عشان بس ناخد بالنا من حاجة، الفيديو اللي بيطلع بيكون 5 ثواني. يعني الفيديو اللي بيطلع من الاي اي هو بيكون 5 ثواني، وفي اوبشن انت بتخليه 10 ثواني. بس انا برشح ان هو 5 ثواني احسن يعني، عشان ما يعملش ايرور ويبهدل هو الحركة بنفسه يعني. فانت بتعمل 5 ثواني لاول مثلا فيديو من هنا لهنا. طيب الفيديو اللي بعده اللي هو ال5 ثواني اللي بعد كده، بتبدأ بقى من الصورة دي بتخليها الستارت فريم. بعد كده للصورة دي اهو. يبقى انت كده هتاخد من دي كده لدي. فاهم الفكرة؟ بعد كده طيب الفيديو اللي بعده هتبدأ من دي هتبقى الستارت فريم. بحيث ان انت في الاخر خالص، بص كده لو وريتكم، هتلاقي ان هو مشي سيكونس اصلا، يعني هو لوحده. انت لما بتيجي بقى في الاخر خالص هتجمع الفيديوهات دي كلها وتحطها في افتر افكت. يعني مثلا ده الفيديو رقم واحد اهو. انا حتى مسميهم اهو، فيديو 1 فيديو 2 فيديو 3 وهكذا. اهو ده مثلا الفيديو رقم واحد اهو. من الصورة دي صورة الستارت فريم. ولو فتحنا كده هنشوف هيقف فين اهي. مش عارف. دي الصورة الاند فريم. يبقى ده كده الفيديو الاولاني.
اللي هو الخمس ثواني. بعد كده الفيديو التاني، بص الصوره اللي بدات بيها ايه اهي، دي الصوره التانيه اللي انا منتهي في الفيديو الاولاني بيها. بعد كده هيقف فين؟ هيقف مثلا هنا، هنا اهو عند الداي دي. طيب الفيديو التالت انا هبدا بايه؟ بالداي برضو. يبقى انا بمشي سيكونس كده. خلاص انا كده بقى معايا الست فيديوهات او السبع فيديوهات دول، هفتح افتر افكت واحطهم ورا بعض. خلاص كده الفيديو بتاعي خلص. يعني هو حرفيا كده خلص. لو انت حابب بقى ان انت تزود مونتاج براحتك، حابب تحط حاجه معينه، مفيش مشكله. بس عامه هو كده الفيديو خلص. يعني هو الفيديو بسيط جدا ان انت تعمله. مثلا اهو، تعالى اوريكو. وعلى فكره انت في الموقع ده انت بقى ممكن تعمل اي حركه انت عاوزها بقى. يعني عامه اي حركه مثلا في حركه كده مشهوره، اللي هو البيشنت بتلاقيه راح مسك كونتراستور كده، مسك قصدي ريتراكتورز كده، وراح فاتح بيهم بقه. دي عشان تتعمل اصلا لازم يكون معاك صوره فيها البيشنت ماسك الريتراكتور وواقف كده، يعني صوره كده. والصوره الاولانيه يكون البيشنت عادي مش ماسك حاجه. يعني مثلا لو جينا كده نشوف، مش عارف، طبعا انا مش الاكونت ده مش بتاعي لوحدي، فهو ممكن يكون في حد هنا مثلا، مش عارف دي مثلا معمولة ولا لأ، بس دي حاجة تانية. دي مثلا مختلفة شوية. يعني دي أصلا الصورة اللي كانت موجودة، دي الصورة اللي كانت موجودة، البيشنت عاملة كده. وبعد كده الصورة الأخيرة اللي هي بتاعت الإكزوكات، اللي هي فيها كده، فيها الديزاين ده. حتى هي بص، ادي الفيرست ايمج، الفيرست فريم، وادي الاند فريم. اهو انا حولتها من هنا لهنا. انا ممكن اعمل العكس، ممكن احولها، بس طبعا لو دي صورة طبيعية يعني، احولها من هنا لهنا واخلي بقى البيشنت هي اللي تمسك الريتراكتور وتفتح بقها كده. فهي فكره الستارت فريم والاند فريم هي اللي هتعمل كل حاجه. يعني عامه المواقع التانية او اي موقع اي اي مش مدفوع، مش هيديك الاوبشن ده. تمام؟ فانت لازم يكون تلاقي اي موقع يكون عنده الاوبشن ده، الستارت فريم والاند فريم. طيب فمثلا لو شفنا كده الفيديو مثلا ده، او الفيديو ده، انا مثلا كتبت ايه؟ ادي الفيرست ايمج، الفيرست فريم، وادي الاند فريم. طيب انا الفيديو ده كتبت ايه؟ على كده نشوف. على فكرة ممكن حد يستخدم شات جي بي تي عادي، ممكن ان انت تقول شات جي بي تي، بس بصراحة يعني ساعات ما بتطلعش اكريت 100%. يعني مش لازما، لان هو بيكتب لك كده برومبت طويل قوي، وفي الاخر تيجي تحطه تلاقيه هو عمل ايرور وبهدل الدنيا يعني. فانت ممكن تعملها عادي، تكتبها انت بايدك، البرومبت بايدك عادي، وهتكتب جمل واضحة. يعني انا مثلا هنا دي طبعا كنت بجرب كده وكتبت وطلعت عادي وعجبتني، ما قلت هستخدمها وخلاص. قلت له smooth transition from the first picture to the second one. بعد كده قلت له place a blue rubber dam sheet، اللي هو ده. يعني يحاول ان انت تحدد له قوي. هو ما بيكونش عارف، ممكن ما يكونش عارف ان ده رابر دام، اللي هو الازرق ده. فانت بتقول له البلو رابر دام شيت، الشيت ده. بعد كده بتقول له مثلا هنا، قلت له ماشي، قلت له يوز هاند بيس. طبعا هو هنا استخدم هاند بيس غريبه شويه. هي راحت فين؟ اهي، وطلعت ميه كده. بس قلت مش مشكله يعني، عجبتني يعني، فقلت هستخدمها خلاص. وقلت له with fluid over the tooth مش عارف ايه. بعد كده قلت له place the pink wedge between the teeth، وهكذا. فانت بتدي له امر place كذا، بوت مش عارف كذا. ما تحاولش ان انت يعني تقول له مش عارف imagine ان انت مش عارف ايه، لا عادي، اكتب على طول اوردر على طول. بس فهي دي الفكره كلها بتاعت ال الفيديوهات دي. دي كده اول فيديو. مثلا تاني فيديو اهو، هنا انا قلت له مثلا، هنا كنت يعني بجرب حاجات تانية. فانا قلت له برضو smooth transition. بعد كده قلت له use the purple dye with creative technological data hologram way. ما اعرفش انا ليه كتبت كده، بس انا حبيت ان هو يستخدم حاجه فيها هولوجرام، اللي هو ده. فهو عملها بالطريقه دي، فعجبتني برضو، فرحت مستخدمها. مش عارف ال purple fluid should be clear، المفروض should be clear and indicating how clean is the cup. ان انت يعني في الاخر تقول له ماشي. دي طبعا حاجات هترجع انت براحتك انت تكتب اللي انت عاوزه. بس عامة فكرتها بسيطة جدا. يعني مثلا في حالة تانية، مثلا دي برضو نفس الكلام اهو. حتى هنا لما كتبت هاند بيس استخدم نفس الطريقة، جاب برضو حاجة وراح رشش شوية مية. قلت له برضو يوز هاند بيس مش عارف ايه، بليس ذا رابر دام، وهكذا. بعد كده طلع الفيديو التاني فين. طبعا هي الفيديوهات دي هتنفع فين؟
في انهي كيسز؟ في الكيسز اللي هي الصور فيها واضحة، آه، والصور يعني على مدار التريتمنت الصور ستاندردايزد، يعني نفس الصور، يعني مثلا نفس البوزيشن. يعني هنا مثلا في الكيس بصوا كده الصور تقريبا نفس الحاجة في نفس البوزيشن، فده هيسهل عليا قوي ان انا اعمل حاجة زي كده. مثلا الكيس التانية هوريكم كيس تانية دي، بصوا كده الصور برضو نفس الكلام بالظبط. دي هتخلي الاي اي يشتغل باحسن ما عنده. لكن لو الكيس يعني فيها صور بقى متلخبطه وحاجات كتير، فللاسف ممكن ما تظبطش معاك. تمام. مثلا برضو الصور دي برضو نفس الكلام اهي، نفس الطريقه بالظبط، مش عارف حط البلة الشيل مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب ايه تاني كنت هقوله؟ انا نسيت. بس دي فكرة يعني استخدام الموقع ده، ان انت تستخدمه بالطريقة دي. حد عنده اي سؤال في الحتة دي ولا الدنيا؟ هو في كم؟ ولا الدنيا تمام؟ تمام. أه طيب انا كنت هقول حاجة بس نسيت. حتة المورفينج برضو، انت ممكن على فكرة تعمل مورفينج من هنا. يعني شوف المورفينج اللي احنا قعدنا تقريبا مرتين او ثلاثة كل شوية نقول المورفينج بطريقة مختلفة، ممكن على فكرة تعمل مورفينج هنا. يعني هوريكم كان في حد قبلي مستخدمها، يعني بتدي شكل حلو، وهيبقى الموضوع سهل خالص. هي فين تقريبا دي. بص كده اهو، اهي صور البيفور اهي، دي الستارت فريم اهي، وادي الاند فريم اهي. حتى هو اللي كاتب، يعني مش انا اللي مستخدم على فكرة الصور دي، اللي هو اللي مشترك معايا. هو قال له بس سموث ترانزيشن اند كرييتيف بس كده، فراح هو عمل من هنا لهنا اهو. بص كده حتى احسن من المورفنج اللي احنا بنعمله، يعني طلعت بقى بشكل سموث قوي وبشكل حلو قوي. نفس الكلام على فكره انت ممكن تستخدمها في الاورثو. يعني انت لو معاك حاله اورثو دي برضو هتبقى شكلها حلو قوي. طبعا الاورثو بيكون بالذات لو الحاله متصوره على المراحل كلها، يعني مصور قبل ومصور بقى مش عارف بعد شهرين، بعد مش عارف 6 شهور كذا. فانت لما تيجي تعمل سيكونس بقى هتلاقي في الاخر الفيديو بتاعك طلع بالشكل اللي انت عاوزه بالظبط جدا يعني ان شاء الله. طيب كان في حد من شويه كان قايل على الجروب، هو بس عامة الحتة دي تمام ولا في حد عنده سؤال؟ عشان هدخل على حاجة تانية كده بسرعة. لحد دلوقتي حد عنده سؤال في أي حاجة عامة، ولا حد مش هيعرف يعمل الفيديوهات دي؟ بصوا هو عامة هوريكم برضو عشان برضو ايه محدش يتخض. ممكن مثلا ده، بص هوريكم برضو الفيديو في الآخر. ماشي سيبكم مثلا من ده، طبعا دول ساوند افكت. بص اهو انا مثلا في الاخر خالص هو الفيديو بيكون كده، ممكن بس نشيل او نشيل بس ده كده عشان ما تلخبطوش اهو. ده الفيديو في الاخر، بتلاقي نازل كده 5 ثواني، فانا بحطهم ورا بعض كده وخلاص الفيديو بيكون خلص. تمام. بس الموضوع بسيط خالص، عشان بس اكد ان يعني لو في حد مثلا وقع منه حاجه او كده، حتى هو 5 ثواني 5 ثواني 5 ثواني وهكذا. فانت لما بتيجي تحطهم ورا بعض هو كده كده الفيديو الاند فريم هنا هو الستارت فريم هنا، فبص مفيش فرق. فعشان كده انا بقول لك انت بتاخدهم بالسيكونس ده. تمام. طيب كنت هوريكم حاجه تانية، قلت لكم ان انا هقولها لكم برضو بس ما قلتهاش. حته ان انت تخلي فيه في الفيديو كده، يعني مثلا لا خلينا برضو، ماشي خلينا نجيب الصورة دي كده. أه طيب بتلاقوا كده في الفيديوهات في كده شوية شرارات طالعة كده على الفيديو، بيبقى شكلها حلو. دي بتبقى حاجات اوفرلايز كده بتستخدم، بس دي ممكن نعملها هنا في افتر افكت كده بالمود. يعني ايه؟ يعني مثلا هوريكم كده برضو، بدخل على بنترست كده. تمام. ببحث على مثلا أه مثلا ايه، تقريبا سينماتيك
ما انا مش فاكر كنت كاتب كده حاجه سينماتيك حاجه overlay مثلا animated background مثلا، اه حاجات زي كده. الحاجات دي بنجيبها كده، بننزل الفيديو ده كده وبنحطه في افتر افكت. هوريكم ازاي. بنجيب الفيديو عادي، نضغط عليه. طبعا بتلاقي حاجات تانية كتير ممكن تستخدموا، اي حاجه، اي حاجه فيها الشرارات اللي طالعه دي، لان احنا هنحطها في اول صوره. بنحمله ازاي؟ بتيجي على تكوبي اللينك بتاع الفيديو، تمام، وبتدخل على جوجل، بتبحث على او بتكتب داونلود فروم بنترست، لان احنا محملين بنت. فانت بتدخل كده بيجيب لك مواقع كتير قوي، بتدخل على الموقع ده مثلا، بتحط اللينك هنا اللي انت لسه واخده كوبي، وبتعمل داونلود. بس داونلود ذا فيديو، طبعا بيقعد يحمل، ماشي. وادي الفيديو اهو. نجيب كده الفيديو بقى عشان اوريكم برضو هنستخدمه ازاي. الفيديو بينزل كده صح؟ فاحنا بنعمل ايه بقى؟ بنكبره طبعا بالسكيل كده، الشكل اللي احنا عاوزينه كده مثلا. ممكن حد يقول ان احنا نقلل الاوباستي عشان احنا عاوزين ان هو يكون كده، يكون كده مثلا. فممكن حد يقول كده ان احنا نقلل الاوباستي، ماشي مفيش مشكله، بس للاسف برضو مش هتبقى، يعني مش هتبقى مظبوطه 100%، لان بياخد على حساب الصوره اللي تحت. فالحل ان احنا بنعمل ايه؟ احنا عادي بنخلي الاوباستي 100، بنفتح المود. المود بتلاقيه موجود هنا، بتلاقيه ظاهر هنا كده. هو طبعا مش ظاهر ليه؟ لان انا خفيه من هنا، من التوجل سويتشز دي اهو، تمام. فانت بتفتح المود كده وبتختار مود غير النورمال. في الاغلب اللي بتظبط بتكون السكرين، فانت بتدوس كده على السكرين، بتلاقيه عمل بالشكل ده. خلاص، هو انا ما غيرتش حاجه في الصوره، بتلاقي الفيديو ظهر كده. طبعا هيجي هنا ويقف، فانت ممكن تاخد نسخه كمان وتكمل عليه وهكذا. طيب انت ممكن مثلا ما يعجبكش الشكل اللي تحت ده، فانت عادي بقى انت ممكن تنزله كده وتكبره شويه اهو. لو انت مثلا مش عاوز النار اللي كان ظاهره تحت دي، بتلاقي شكلها عامل كده. عشان في كذا حد بتلاقوا فيديوهاته مثلا بيعمل الحاجات دي. طبعا انت ممكن تقلل باست شويه اصلا لو حسيت ان هي شارب قوي، بس هي بيكون شكلها حلو يعني. دي بالنسبه للاوفرلاي باك جراوندز.